إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم التنزيل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس الآية. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح: يا ثوبان المرء مع من أحب يوم القيامة. وهؤلاء يشهدون وأنا أشهد: يا رسول الله إننا نحبك كما أحببتنا نحبك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد، أيها الأحبة، سوف أختصر في هذه الخطبة 7 دقائق أعيش مع الحبيب محمد مولانا عز وجل. اختار لهذه الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، واختار له الأب عبد الله من العبودية، لأن محمد جاء ليعبد الناس لله. هذا اسم طيب، خير الأسماء ما عبد إن كان في الحديث كلام.
واختار له الأم آمنة من الأمن والإيمان، جاء ليعلم الناس الإيمان الحق ولينشر الأمن والسلام في الأمة. واختار له القابلة الشفاء ليكون شفاء لما في الصدور. القرآن شفاء وكلام محمد شفاء صلى الله عليه وسلم. واختار له المرضعة ثويبة، أول لبن سقي به رسول الله لبن ثويبة، وكانت جارية لأبي لهب عدو الإسلام قبل 40 سنة، يهدي هذه الجارية ويطلق سراحها وحريتها إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعد 40 سنة يقول: ألهذا جمعتنا يا محمد وما قال رسول الله؟ تبا لك. قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. واختار له من يرعاه ويربيه، حليمة من الحلم والسعادة، فكان صلى الله عليه وسلم حليما. وقصة اليهودي الذي امتحن رسول الله في كل شيء فوجده الرسول إلا الحلم. وباختصار يتحاكمان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اليهودي جاء يطلب ماله قبل الموعد، وأراد عمر أن يقطع رأسه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا وهو أحرى منك بها، أن تطلبه بحسن الطلب وأن تأمرني بأداء الدين. هكذا حليم صلى الله عليه وسلم، حليمة، رضع البان الحلم من حليمة السعدية. وأن الله تعالى وتبارك جمع كل هذا في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم كان فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى فزكاه زكى معلما عنا لسان كل شيء. هذا هو المزكى اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يتبعون السنة. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وللإجابة جدير. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب. يا رب إنك ترى أمة محمد صلى الله عليه وسلم
تعاني الأمرين بين الظلمة والقتلة والمجرمين. ترى يا سيدي يا مولاي ماذا يفعل بإخواننا في سوريا المظلومين المسحوقين، وماذا يفعل في العراق من دماء تسيل، وفي بورما وفي السودان صار دم المسلم رخيص، مع أن الله أعز دم المسلم. دم المسلم أغلى من الكعبة التي نطوف بها، وكيف صار رخيصا؟ المشكل أننا ابتعدنا عن الله. لو ذكرنا الله لذكرنا، فاذكروني أذكركم. هكذا التبادل. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، إنما تذكرون بيوم تشخص فيه الأبصار، فإن مغني رؤوس لا يأخذ إليهم طرفهم وأفئدتهم الوعي. نسأل الله أن ينصر إخواننا المظلومين. اللهم يا رب ارفع الظلم عن المظلومين، وأقلل شرح المسلمين المظلومين، وشافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب إنك تعلم أننا نحب محمد. اللهم حبب إلينا محمد وأتباع محمد وأتباع سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله كثير من الصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.